يا مساء يا أساطير HD أكشن. كانوا زمان أساطير في الكونغ فو ولا حد يقدر يقف قدامهم، بس الزمن بيتغير والقرارات الغلط بتسيب أثرها. بعد سنين طويلة من الاعتزال بيرجعوا علشان ينتقموا ويصلحوا اللي اتكسر. لما الأبطال الكبار يرجعوا للحلبة ما تبقاش قصة قتال، دي تبقى قصة ولاء وضربة أخيرة. معاكم سام من تيم HD أكشن، ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع معلم كونغ فو عجوز، وبنشوفه بيدخل في قتال مع شخص غامض، وبمجرد ما الشخص ده بيضربه بشكل معين بإيده بنلاقي المعلم وقع على الأرض ميت. وعلشان نفهم اللي حصل ده سببه إيه محتاجين نرجع بالزمن 30 سنة لورا، وبيظهر المعلم وهو بيدرب 3 أطفال على الكونغ فو، بس بيوقفهم عند نقطة معينة لأنه اكتشف إصابة واحد فيهم، وبيكون الولد ده اسمه داني. وبيحكي للمعلم إن في ولد اسمه كارتر من مدرسة تانية كان بيسخر منه، فقرر داني يتحداه بأسلوب البيمو واللي معناه تحدي لإثبات المهارات. ورغم إنه هزم كارتر إلا إن رجله اتصابت أثناء القتال، فبيعدلها له المعلم وبيبان إنه خبير في الشفاء الذاتي كمان. وبيكشف عن علامة موجودة في إيده، وبيعرف داني والطفلين التانيين جيم وهينج إن الكونغ فو ما اتولدش علشان القتال، ولازم يفهموا الغاية الروحية منه أفضل. وبيبدأ الأطفال التلاتة يتدربوا بمنتهى القوة من وقتها لحد ما بيكبروا شوية وبيبقوا مراهقين. ساعتها القوة كانت بتتدفق من خلالهم وحاسين بالسيطرة، وكل واحد فيهم كان متميز بأسلوب وبيقدروا يهزموا أي حد. وبيتم إطلاق لقب النمور التلاتة عليهم، خصوصا إن المعلم ما دربش حد غيرهم، بس أبرز واحد فيهم كان داني لأنه صاحب سلاسة في القتال غير عادية وبيقدر يتحكم في تنفسه، وده بيساعده على المكسب. ولسه كارتر بيجي يتحداهم كل شوية، بس كالعادة داني بيقدر يهزمه ويهينه قدام الكل. وبيفضلوا يدخلوا في قتالات شوارع ويصوروا نفسهم بالكاميرا علشان يوثقوا كل حاجة لحد ما بيوصلوا لسنة 1993، وكارتر لسه بيجي يتحدى داني، وداني بيخسره بكل سهولة. وبتيجي رسالة من منظمة يابانية مهتمة بفنون القتال وبتدعو داني وأصدقائه علشان يشاركوا معاهم في اليابان. وبيصادف إن تاني يوم المعلم كان محضر لهم مفاجأة، وبيخلي داني يأدي القسم الخاص بالكونغ فو، وهو إنه يحترم معلمه وزملائه لآخر يوم في عمره، وبيعمل على إيده نفس علامة المعلم علشان يبقى القائد من بعده. لكن لما بنيجي لوقتنا الحالي بنشوف إن داني بقى عجوز وسايق العربية وهو مستعجل، ولما بيشوف الست هتأخره علشان يركن بيسيب العربية في نفس الطريق وبيطلع يجري. وبيتضح إنه كان جاي يقابل طليقته وابنه، لأنهم بعد ما اتطلقوا اتفقوا إن داني ياخد الولد يخرجه في أوقات معينة، وبيحاول يلطف الدنيا بينه وبين طليقته، لكنها ما بتبقاش مصدقة إنه هيفضلوا أصلا. ولما بياخدوا داني وبيمشي بيلاقي الست اللي قفل عليها بالعربية متضايقة وجابت شخص ضخم يخوف داني ويتحداه، لكن داني بمنتهى الهدوء بيتجاهل كلامه وبيعتذر وبيمشي مع ابنه بالعربية. فبيسأله ابنه عن الصور والفيديوهات بتاعته اللي شافها في القبو، فبيحكي له داني إنه كان بيلعب كونغ فو بس من وقت طويل جدا، ولما بيطلب الولد منه يعلمه بيرفض تماما، وبيقول له انت لازم تتجنب المشاكل طول الوقت وما تدخلش في قتال اساسا زي ما انا بعمل كده. واثناء الطريق بتيجي مكالمة شغل لداني، فبيضطر يروح ابنه ويروح يخلص المشكلة. ولما بيرجع ابنه بيبقى نام ومعرفش يخرجه النهاردة، فبياخده معاه في العربية وبينزل، بس بيحس بحاجة غريبة، وفجأة شخص بيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه شوية لحد ما بيتعب. وبنكتشف ان الشخص ده هو هينج صديق الطفولة، فبيستقبله في بيته وبيعرفه انه متقاعد عن الكونغ فو بقاله سنين. وبيتفاجئ داني ان هينج حصلت له اصابه من 5 سنين ورجله اتكسرت، ومن ساعتها وهو بيعرج وما بيعرفش يمشي كويس. لكن الصدمة الكبرى لما بيحكي له إن المعلم مات امبارح، وده عن طريق السكتة القلبية وهو في المطعم، والعمال شافوه وبلغوا عن الموضوع، والجنازة المفروض بكرة والاتنين هيروحوا. بس لما بتيجي سيرة جيم بيتضايق داني وبيأكد له إنه لو جيم راح هو مش هيروح. تاني يوم بيضطر ياخد ابنه يوديه لطليقته، وبيطلب منه يكذب عليها ويقول إنه خرجه فعلا علشان الأم ما تزعلش من داني أكتر من كده وتحسسه بالفشل. وبيوصلوا الجنازة وبيلاقوا عدد كبير من الحشود، وكمان كارتر بقى معلم كونغ فو وفتح مدرسة لوحده، وكعادة الأيام الخوالي بيقف يضايق داني وهينج وبيتنمر على شكلهم، خصوصا ان هينج بقى تخين وداني باين عليه الضعف. بس بيقطع كلامهم واحد تاني علشان يروحوا يقدموا الاحترام لروح المعلم السابق. واثناء الجنازة بيدخل 3 من مقاتلي الجيل الجديد وبيتعاملوا مع الموضوع بشكل مهين وبيتصوروا مع صورة المعلم. فبيتضايق كارتر وبيطلب من داني يتدخل، لكن داني ما بيكونش عاوز يعمل مشكلة في جنازة المعلم.
بعدها بيبقى داني عاوز يمشي ويرجع لحياته، خصوصا انه قرأ تقرير الطب الشرعي واتأكد انها سكتة قلبية فعلا. بس كارتر بيبقى حاسس ان في حاجة حصلت وبيشك في الثلاث مراهقين اللي اقتحموا العزا النهارده، وبيطلب من داني وهينج يحاولوا يعرفوا الحقيقة. بس داني ما بيكونش مهتم لكلامه ولا عاوز يرجع لعالم الكونغ فو، وده عكس هينج اللي بيحس ان الاولاد دول اهانوا المعلم بتاعهم فعلا. فبياخد داني وبيروحوا للمكان اللي مات فيه المعلم، واللي بيكون وراه المطعم في منطقة التدخين. وفجأة بيظهر قدامهم واحد من مراهقين الكونغ فو، وأول ما بيشوفهم بيرمي عليهم السيجارة وبيطلع يجري. فبيحاولوا يجروا وراه، بس هينج بيقع مكانه علشان رجله، وداني ما بيقدرش يمشي خطوتين وخلاص مش قادر ياخد نفسه. وبيتأكدوا ساعتها إنهم لازم يستدعوا جيم. وبنشوف جيم في الوقت الحالي شغال مدرب في جيم، بس بيدرب فن الجيجيستو البرازيلي مش الكونغ فو، وده بيعتمد على إخضاع الخصم ويخليه يفقد وعيه مش أكتر. ولما بيدخل هينج وداني للجيم الكل بيسخر منهم، فبيتحمس هينج وبيقول لعجوز في المكان ان الضربه ليها صوت، وبما انه مش سامع صوت الضربه فالمقاتل بتاعه ضعيف. فبيتحدى العجوز يوريه الضربه اللي بجد علشان يثبت لهم. وفعلا بيدخل هينج وبيركز وبيفتكر تدريباته، ومع ذلك اول ما بيضرب كيس الملاكمه رجل بيقع على الارض من الوجع. ساعتها بيظهر جيم وهو مصدوم من زياره اصدقائه القدامى وخصوصا داني، فبيروحوا يقعدوا سوا في الحانة علشان يسترجعوا الذكريات. بس جيم بيعرف هينج انه ما شافش داني من 25 سنة، وبنكتشف انهم راحوا اليابان سوا. لكن داني قرر ما يشاركش في المنظمة لانها كانت بتربح من القتال، وده ضد مبادئ الكونغ فو. وجيم كان شايف انها فرصة العمر بالنسبة لهم، والاتنين بيشدوا مع بعض لحد ما هينج بيسكتهم وبيفكرهم انه ولا واحد فيهم طول الفترة اللي فاتت اتصل بيه حتى. بس لازم النمور التلاتة يتحدوا دلوقتي علشان يكتشفوا اللي حصل للمعلم. وعلى طول بيروحوا للمكان اللي فيه الجيل الجديد من المقاتلين. طبعا اول ما بيشوفوهم بيسخروا منهم علشان عواجيز، وداني بيوريهم العلامة اللي على ايده علشان يأكد لهم انه الوريث الوحيد لعرش الكونغ فو. فبيقرروا يلعبوا بيمو من 3 جولات، ولو قدروا يكسبوا داني واللي معاه هياخدوا منهم لقب النمور التلاتة، انما لو خسروا هيعترفوا بكل اللي يعرفوه عن المعلم. وبالفعل بيبدأ القتال الاول بين داني والمقاتل الشاب، واللي بيقدر يوجه لداني كام ضربة قوية من اولها لانه في اوج عطائه وضرباته قوية طبعا. بس داني بيتحامل على نفسه وبيحاول يرجع ذكريات مجده، بس جسمه ما بيساعدوش وبياخد ضربة من المقاتل تخليه يفقد الوعي تماما. وبيصوروه علشان ينشروا اللي حصل على النت. فبيتدخل هينج وبيعمل تقنية علاجية في ظهر داني بيفوقه على طول وبيعرفه انه خسر الجولة الاولى. وبيدخل هينج الجولة الثانية قدام مقاتل متحرك، بس هينج الوحيد اللي روحه لسه في الحلبة بعد السنين دي كلها، وبيستحمل ضربات الشاب السريعة مرة مع الثانية لحد ما بيديله ركلة قوية بتوقعه في الارض، وبيقلعه هدومه وبيكمل فيه ضرب علشان يهينه كمان. وبيتجاهل داني اللي بينده عليه من بعيد وبيفكره بشرف اللعبة. وفي الاخر بيدخل جيم اللي لسه محتفظ بلياقته البدنية صحيح، لكنه نسي كل تعاليم الكونغ فو حتى الوقفة الأساسية، وده بيخلي المقاتل التاني متحرك أفضل منه أثناء القتال. وبيقدر يوقع جيم الضخم أكتر من مرة لحد ما بيتضايق جيم وبيهجم عليه يوقعه في الأرض، وبيعمل له حركة إخضاع خطيرة بتخليه يفقد الوعي في الحال، وبيكسب النمور التلاتة. وهينج بيساعد الشباب وبيفوق صاحبهم بالتقنية بتاعته. فبيقعدوا معاهم ساعتها، وبيتضح إنهم طلبوا من المعلم بتاع داني يدربهم قبل كده، لكنه رفض علشان النمور التلاتة اللي عاش علشانهم سابوه مشيوا. بعدها بيقعد داني واصحابه يحتفلوا باليوم الكبير ده، وساعتها بيفكر داني انه كان الاكثر تأملا فيهم، وده كان بيخليه يشوف كل حاجة بشكل ابطأ لما نفسه بيبقى هادي، وكأنه بيشوف لكمات خصمه بالتصوير البطيء وبيقدر يتفاداها بالشكل ده. لكن لما دخل القتال النهارده ما كانش عنده القدرة ينظم نفسه علشان يوصله للحالة المعقدة دي. وتاني يوم بيقعد هينج وجيم يفطروا سوا وبيسترجعوا ذكرياتهم، وبنفهم ان هينج رفض يروح اليابان وفضل مع المعلم لفترة. فبيسألوا جيم ساعتها اذا كان اتعلم منه تقنية اصابع الموت، لكن هينج بينكر تماما علشان دي تقنية خطيرة ومش اي حد يتعلمها. وفي الوقت ده بنشوف داني بدأ يتدرب من تاني علشان يستعيد تركيزه وجزء من قوته. وطبعا الموضوع بيكون صعب جدا في البداية لان بقاله سنين طويلة ما اتمرنش، ومع ذلك مش بيحس باليأس وبيفضل يشتغل على نفسه كتير. وبيتقابل الثلاثي بعدها وبيروحوا المدرسة عند كارتر علشان يقابلوا صاحب المعلم العجوز، وبيفهموا ان كارتر وقعهم مع الاطفال دول علشان يسخر منهم مش اكتر. وبيفرجهم على صورة داني وهو مغمى عليه علشان نزلت على النت، وبيفضل يسخر منهم ويتحداهم كالعادة.
فبيبقوا عايزين يسيبوه ويمشوا. ساعتها بيتحداهم في البيمو وبيقعوا كلهم من الضحك، بس كارتر بيبان انه واثق من قدراته، فبيقرر جيم يبدأ اول جولة معاه. وفعلا كارتر بيبقى اجهز من الجميع، بس استعراضه كان فيه نوع من الغرور، ولما بيهجم جيم عليه وبيحاول يجيبه الارض علشان يبقى في ملعبه بيلاقي الوضع صعب جدا، وكارتر بيضربه بس بالتمارين الاساسيه اللي بيتدرب عليها كل يوم، فبيوقعه على الارض فاقد الوعي، وبيقف يحتفل زي المجنون علشان اول مره يكسب حد فيهم اصلا، وبيخلي هينج يقاتله بالسلاح، ولو لمسه هيكسب. فبيحاول هينج بكل الطرق، لكن الموضوع صعب جدا، غير ان هينج بعيد عن التدريبات والكونغ فو، ده كمان عنده اصابه في رجله، وده بيسهل العمليه على كارتر وبيقدر يكسبه ويهينه كمان. فبيتضايق داني وبيدخل معاه في الجوله الاخيره، وبيحاول يهدي نفسه على قد ما يقدر، لحد ما فعلا بيشوف ضربات كارتر بالتصوير البطيء وبيتفاداها. بس المشكله ان كارتر سريع اصلا، وحتى لو صد الضربه ما زالت هتسبب له الالم. ولما بيفشل داني في التركيز بيقدر كارتر يضغط وشه في الخشب لحد ما بيغمى عليه، وبيفوق بعدها وبيكون صاحب المعلم وصل. وساعتها بيحكي كارتر انه من كام شهر جات له رساله تحدي لمقاتل عايز يثبت قوته، والمقاتل ده هزم كل المعلمين حواليهم، ورغم ان كارتر استعد له في اليوم الموعود الا انه لقى معلم داني والباقيين هو اللي جاي، وبيعتذر له عن سلوك تلميذه العنيف وبيمشي. ومن هنا خمن ان المعلم كان عنده تلميذ تاني، فبيقعد بعدها النمور الثلاثه وبيخمنوا انه ممكن يكون موت المعلم بتاعهم، وبيلاقوا شرايط الفيديو القديمه بتاعتهم وبيشغلوها، فبتختلط عليهم مشاعر الحنين والغضب في نفس الوقت. وبيقرروا تاني يوم يروحوا الجيم بيتدرب فيه اقوى مقاتلي المدينه بحثا عن التلميذ الغامض. وقتها هينج بيسمع صوت لكمات قويه نازله على كيس الملاكمه، فبيركز هو وجيم وداني، وبيتصدموا من مقاتل شكله خطير جدا وشرس عمال يتدرب، فبيتأكدوا انه الشخص المنشود، وبيطلعوا يراقبوا تحركاته لحد ما بيدخل مطعم معين وبرضه بيدخلوا وراه. ولما بيدخل هينج الحمام بيشوف التلميذ دخل فجأة، وبيخبط على كتف رجل أعمال كأنه يعرفه وبيسلم عليه، لكن أول ما بيشوفه بيعتذر له علشان فكره حد تاني. فبيطلع هينج وهو مرعوب يعرف داني وجيم ان التلميذ ده قاتل، وفجأة بيلاقوا رجل الأعمال مات قدامهم بالسكتة القلبية، وبيتأكدوا ساعتها انه بيستخدم تقنية أصابع الموت. فبيعطلوا الموتوسيكل بتاع التلميذ وبيحاصروه في الشارع، وبيقف يوري لداني علامة القيادة اللي على ايده علشان يأكد له ان المعلم اختاره بعد ما الكل اتخلى عنه، وبيتحداه في البيمو وبيجهز للقتال. بس داني بيجيله مكالمة من مراته وبيفتح يرد عليها، فبيسخر منهم التلميذ وبيقول لهم على ميعاد ومكان ييجوا يقتلوه فيه. ولما بيقعد النمور الثلاثة مع بعض بيبقى بينهم انقسام، خصوصا ان داني مش شايف قدامهم فرصة مع التلميذ القوي، وجيم هو كمان بيقرر يرجع لحياته ويبعد عن الموضوع. بس هينج ما بيكونش قادر يتخطى المبادئ اللي المعلم زرعها جواه عن الخير والشر، وعلشان كده بيقرر يروح يواجه التلميذ لوحده، لكن دي كانت غلطة حياته طبعا وبينهزم بسهولة. فبيجي داني وجيم عند كارتر وبيلاقوا حالة هينج صعبة، فبيتضايقوا جدا وبيقفوا يقولوا القسم قدام صورة المعلم، وبيقرروا يروحوا يقاتلوا التلميذ فعلا. وبيتصل داني على ابنه وهم في الطريق، وبيعلمه ازاي يقفل قبضاته علشان يضرب اللي يضايقه. فبيوصل لسطح بيت قديم علشان يقاتل التلميذ العنيف، بس الوضع بيبقى صعب جدا لدرجة ان داني فقد الامل، وبيقول لجيم انه مستحيل يهزمه. بس جيم بيشجعه علشان يؤمن بنفسه انه يقدر يهزمه تماما. وفعلا بيدخل داني في حالة من الهدوء، وبيحاول يتفادى اصابع الموت اللي بيضربها التلميذ لحد ما بيفتكر مراته وابنه وكمان معلمه، وبيدخل في حالة هدوء ما وصلهاش قبل كده، لدرجة انه بيشوف التلميذ بيضرب بشكل بطيء للغاية، وده بيخليه يصد ضربات المميتة مرة مع التانية بمنتهى السهولة لحد ما بيشيله ويحدفه على الجدار وبيقع على الارض مش قادر يتحرك. فبيفرح جيم بفوز صديقه واستمرار الاسطورة، وعلشان داني رجل شريف بيتصل بالشرطة وبيسيب التليفون جنب التلميذ وبيمشي. بس التلميذ من شدة الألم مش قادر ينطق خلاص. بعدها داني بيهتم بعلاقته مع ابنه اكتر وبيعلمه الكونغ فو، وهينج بيفوق من الغيبوبة اللي كان فيها، وبيتجمعوا مع بعض من جديد علشان يكرموا ذكرى معلمهم الأبدي. وكده خلص فيلمنا يا أساطير. سلام.